فيلمنا بيبدأ بكيت ديبياسكي طالبة دكتوراه شابة في علم الفلك، بتشتغل في تلسكوب سبورو في ميشيغان، بتكتشف مذنب عابر قريب من الأرض، وطبعا البروفيسور دكتور راندال مايندي بيهنيها على الاكتشاف. وبعد ما سمت المذنب باسمها حبسوا مسارها واستنتجوا ان المذنب هيضرب الأرض في خلال 6 شهور، وبسبب حجمه الهائل هيسبب انقراض لكل كائنات الكوكب. طبعا الوضع دخلهم في حالة ذعر، واتصلوا بناسا علشان يبلغوهم بالاكتشاف ده. ورئيس مكتب التنسيق للدفاع الكوكبي الدكتور تيدي اوجلوثورب قال لهم يجوا واشنطن يعملوا اجتماع مع الرئيس علشان الموضوع ده اللي بقى معلومة امن وطني. بنشوفهم وهم في البيت الابيض الصبح، وقعدوا طول اليوم مستنيين ومحدش قال لهم حاجة. كل ده علشان الرئيسة كانت مشغولة في انها تداري فضيحة واحد من الحزب بتاعها. راندال وكيت راحوا فندق رخيص يقضوا الليلة فيه لحد تاني يوم. كل واحد اتصل باهله علشان يحس بالونس، بس مش قادرين يقولوا لهم اللي بيحصل. راندال اتصل بمراته جون واولاده عشان يطمن عليهم، وكيت كلمت صاحبها فيليب اللي بيشتغل صحفي في جريدة مهمة. اليوم اللي بعده اخيرا راندال وكيت وتيدي قدروا يشوفوا الرئيسة جاني اورلين ورئيسة الاركان جايسون اورلين، اللي بيتصادف ان ابن الرئيسة. كانوا مش قادرين ياخدوا كلامهم بجدية، وقالوا لهم انهم بيتحذروا كل شهر بحجة انهيار اقتصادي والتهديد بالاسلحة النووية، وعلشان كده بالنسبة ليهم الكلام ده مش مخيف وعدى عليهم كتير. وقالوا لهم انهم هيقعدوا ويقيموا الوضع، وان اهم حاجة عندهم هي انتخابات الكونجرس. وعلى فكرة البيت الابيض مش هيعملوا حاجة، بس تيدي قرر يسرب المعلومات للصحافة، وده طبعا هيحطهم في مشكلة لانهم سربوا معلومات امن وطني. بس برضه ده اهون من الموت بالنيزك. بيتر إيشيرول الملياردير التكنولوجي ورئيس شركة باش عرف عن المذنب اللي هيضرب الارض، وفيليب قدر يوفر لكيت وراندال مقابلة في جريدة نيويورك هيرالد، وقبلوا ينشروا القصة، وخصوصا انهم اتأكدوا من البيانات مع علماء تانيين، وسمعوا ان البيت الابيض نفى انهم اجتمعوا معاهم. بس هم عايزين يظهروا اولا في برنامج الحديث ذا دايل الصباحي اللي بيقدمه بري رايب ايفانتي مع جاك بريمر. لما ابتدوا يتكلموا محدش من المذيعين صدق كلامهم، وقعدوا يحاولوا يغطوا الموضوع وخدوا الموضوع بهزار. بس ساعتها كيت اتعصبت وانفعلت قدام الكاميرا، وشرحت للمشاهدين الموضوع قد ايه كبير، وان لو الحكومة ما اتدخلتش النيزك هيموتهم كلهم، وقامت ومشيت. بس راندال فضل يكمل المقابلة وخلصها باحترام وهدوء. وبعد ما خلصوا بري طلبت منه يروحوا يشربوا حاجة سوا. بعد كده فريق تسويق هيرالد بجريدة نيويورك قدم لهم نتائج العرض. المغنية اللي ظهرت قبلهم واتكلمت عن انفصالها كان في تجزء اكتر ليها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيت بقت ماتيريال مميز كويسة كواحدة مجنونة متعصبة، وراندال بقى مشهور بشكل كبير على اساس انه عالم مظهره حلو جدا. بس محدش اهتم بالكلام اللي قالوه. الجريدة قررت تلغي دعمها للقصة، وتحججوا ان ناسا قالت ان البيانات مش كويسة. بس كيت وراندال اكتشفوا ان رئيس ناسا حتى مش عالم فلك حقيقي، هو واحد من داعمي الرئيسة وبيشتغل لحساب اجندتها. واسوأ حاجة فيليب خطيب كيت استفاد من الشهرة اللي وصلت لكيت، وكتب مقالة عن انه كان في علاقة معاها، وكيت اعتبرت ده على انه انفصال. وراندال ما بقاش قادر يقوم من وسائل التواصل الاجتماعي، وماسك في خناق اي حد بيشك في معرفته العلمية ونظريات المؤامرة. وبعد فترة الرئيسة واجهت فضيحة كبيرة وانتشر لها صور حميمة ليها، فقامت بعتت مكتب الاف بي التحقيقات يجيبوا كيت وراندال وتيدي مرة تانية لمكتبها، واعتذرت لانها تجاهلتهم. كيت فهمت انها بتعمل كده بس خايفة تخسر الانتخابات النصفية، بس وافقت تساعد على اي حال علشان اهمية ايقاف مذنب في الوقت ده اهم من اي سياسات. الرئيسة طلعت للناس في بث عالمي وقالت ان المذنب حقيقي، وانهم عندهم خطة لتدميره، هيبعتوا مكوك فضائي يدمر المذنب في الفضاء. والرئيسة اختارت الجنرال بنديكت دراسك انه يقود السفينة الفضائية علشان شايفة ان وجوده بطل يكون صورة لحملة انقاذ الكوكب هيساعد الناس يتعاملوا مع الاخبار ويبقى في بطل قومي بالهوية الامريكية. جاني وراندال بدأوا يظهروا في برامج تلفزيونية وغلاف مجلات. الخبر انتشر كتير على الانترنت بعد ظهورهم مرة اخرى على برنامج ذا ديلي ريب. راندال وبري انتهوا بالنوم مع بعض، وتيدي وكيت بدأوا يتحاوروا مع منكري المذنب في برنامج محافظ ووصل للناس اللي كانوا ما بيهتموش بيه. وخلاص وصلنا اليوم اطلاق السفينة الفضائية، وعملية الاطلاق عرضت عالميا. السفينة انطلقت بنجاح، بس جنرال دراسكي كان بيقول حاجات ممكن تظهر على الكاميرا بشكل متعصب، فقاموا طافيين الصوت بسرعة. الكل جاهز يحتفل بالنجاح لان المذنب اللي هيدمر الارض هيختفي قريب. بس لما يوصل إيشيرول يتكلم بشكل خاص مع الرئيسة بتتغير الامور.
الأمور، وبيكتشف الناس إن السفينة الفضائية هترجع. جاني ألغت المهمة بعد بضع ساعات والعالم لسه بيحاول يفهم إيه اللي حصل. بتعين راندال كمستشار علمي أول للبيت الأبيض، وبيتم دعوته لاجتماع طارئ للمجلس الوزاري، وتترك كيت وتيدي وراءهما. يتضح إن سبب إلغاء المهمة هو اكتشاف إيشيرول اللي بيكون من داعمي الرئيس أيضا إن المذنب مكون من تريليونات الدولارات من المعادن الأرضية النادرة اللي بتستخدم في صناعة الأجهزة مثل الهواتف، والبلدان الأخرى بتواجه نقص فيها لأن الصين بتملك معظم المناجم. الخطة هي إرسال بعض الطائرات بدون طيار لتفتيت المذنب ودعوة هذه القطعة الصغيرة لتسقط في المحيط ليتم استخراجها لاحقا. راندال ما كانش موافق على ده، خصوصا لما بيكتشف ان التكنولوجيا اللي هيتم استخدامها من قبل إيشيرول مش معتمدة بعد من قبل مجتمع العلماء، واي عالم حاول يتحدث ضدها تم تصفيته، لكن الموضوع خارج عن سيطرته دلوقتي وما بقاش ليه يد فيه. بعد الاجتماع بيجتمع راندال مع كيتي وتيدي في بار وبيحكي لهم عن إيشيرول. في شوية ناس حواليهم سمعتهم، وكيت قررت انهم يستحقوا يعرفوا الحقيقة، فاعلنت بصوت عالي علشان الكل يسمع ان الرئيسة هتسيب للمذنب يخبط بالكوكب علشان الاغنياء يبقوا اغنى. ده ادى لاندلاع سلسلة من الاحتجاجات في المدينة. فبعدها الاف بي اي اعتقلت كيت واتهمت بمشاركة معلومات سرية وتدمير ممتلكات خاصة، بس اتفقوا انها تنسحب لو وافقت على توقيع اتفاقية تتعهد فيها بعدم الافصاح عن الموضوع في الاماكن العامة او وسائل الاعلام مرة اخرى، وانها تبتعد عن الانترنت. وبالطبع وافقت كيت ورجعت لبلدتها الصغيرة في إلينوي. الرجوع لحياتها القديمة ما كانش سهل لان اهلها رافضين يستقبلوها لانهم بيدعموا الحكومة ومش عايزين خونة في بيتهم. بدأت كيت شغل كاشير في سوبر ماركت، وهناك قابلت يول واصحابه. كيت اكتشفت انهم بيسرقوا من الماركت، ورغم كده سمحت ليهم يمشوا عادي لانها مش مهتمة لان كله رايح والعالم اصلا هينتهي. انضمت كيت ليهم وارتبطت بيول. في نفس الوقت راندال كان لسه في العمل للرئيسة، وبيفتكر ان ده اللي ممكن يعمله لمساعدة الكوكب بطريقة ما. وفي مرة بالليل راندال وبيري كانوا راجعين اوضتهم في الفندق، ولما فتحوا الباب شافوا جون مرات راندال جوه مستنياهم علشان تفاجئ جوزها. راندال حتى ما اعتذرش، بس بيحاول يلف ويدور ويقول اعذار، فبترمي عليه الازايز اللي فيها الادوية وسابته ومشيت. بعد فترة راندال اتكلم مع إيشيرول عن اللي بيحصل، وكان بيقول له ازاي انت واثق في البرنامج بتاعك اللي بيقول ان المذنب هيتفتت بنجاح من غير ما يضرنا. ساعتها إيشيرول اتعصب وقال له انه هيموت لوحده طبقا لخوارزميات شركته بناء على بياناته اللي شركته بتجمعها عنه. بيطلع راندال بعد كده في التلفزيون وبيقول اللي بيحصل وان الناس لازم تفوق لان الموضوع يخوف فعلا، وبيقول ازاي إيشيرول بيسكت الاعلام اللي مش بيوافقوا عليه، وبيقول ان الرئيسة كسبت وكل الادارة اتجننت. بعدها بيقبضوا عليه وبيعرضوا عليه نفس العرض اللي عرضوه على كيت، فبيقبل. بعدها بيري بتسيبه فبيرجع لبيته القديم في ميشيغان، بس وهو في السكة الطريق بيقف بيه وبينزل من العربية، فبيشوف ان المذنب خلاص متشاف بالعين المجردة. وكانت كيت ساعتها قاعدة مع حبيبها فوق السطح، هي كمان شافته. ساعتها اتصلت براندال واتقابلوا وعملوا حملة على السوشيال ميديا بتدعو الناس انهم يبصوا فوق ويشوفوا المذنب بنفسهم وما يصدقوش كلام الحكومة. ساعتها الرئيسة اطلقت حملة مضادة اسمها ما تبصش فوق، اول دونت لوك اب على اسم الفيلم، والحملة اتدعمت من الناس المناصرين للحكومة والمشككين واعداء نظرية المؤامرة اللي فاكرين اللي بيتقال ده حجة علشان الناس تخاف وياخدوا منهم حريتهم. في الوقت ده روسيا والصين والهند تحالفوا مع بعض علشان يبعتوا صواريخ للفضاء علشان يفجروا المذنب، بس اطلاق الصواريخ فشل والسفينة بتنفجر. بعد مرور الوقت ومع اقتراب المذنب للارض الناس بتفهم الكذب اللي بيتعمل عليهم اكتر واكتر لحد ما بتقرب النهاية. ساعتها راندال بياخد كيت ويول حبيبها السوبر ماركت وبيجيبوا اكل وطلبات علشان ياخدهم البيت. بعدها بيتعشوا عشاء اخير كعيلة كبيرة، ولما خبط على الباب طلب من مراته تستقبله ووافقت بعد ما قالت له ان هي كمان خانته في الجامعة، فهم دلوقتي متعادلين. بعد ما دخلوا راندل سلم على اولاده وابتدوا يعملوا الاكل، وبعدها تيدي كمان جالهم وقعدوا كلهم على السفرة وابتدوا اكل واتكلموا كلهم مع بعض وفضلوا باصين لبعض مستنيين النهاية بكل هدوء واستسلام. بنشوف الرئيسة قاعدة مع إيشيرول وقت اطلاق الطائرات بدون طيار، وساعتها في كام طيارة درون انفجرت والناس اتخضت، بس إيشيرول كان قاعد هادي وكان متأكد من نجاح خطته. بس للأسف كان غلطان، كل الطيارات انفجرت بمجرد الهبوط على سطح المذنب وانتهى أي أمل في النجاة. ساعتها الرئيسة وإيشيرول والناس المهمة راحوا كلهم في سرية يركبوا مكوك فضائي يهربوا بيه من الدمار، والموضوع خلص بسرعة رهيبة
رهيبة لدرجة ان الرئيسة نسيت ابنها، وراحوا كلهم المكوك ودخلوا في سبات عميق في كبسولات منخفضة الحرارة لحد ما المكوك يلاقي كوكب صالح للحياة. وساعتها الرئيسة اتصلت براندال وعرضت عليه مكان هو ومراته، بس رفض وقرر يفضل مع اهله للنهاية. الناس في كل حتة ايقنوا ان النهاية قربت، وفضلوا مع عائلاتهم واستعدوا يموتوا ويوصلوا لنهاية الكوكب. بعد ما المذنب ضرب الارض بنشوف ان الوحيد اللي نجا من الموضوع واحتفل بنجاته عن طريق انه ياخد سيلفي ويطلع لايف انستجرام بيدعو اي حد عاش ينضم ليه، بس ما كانش فيه انترنت. بنروح للمكوك اللي عليه المليارديرات وقادة الكوكب بعد 22740 سنة، وبيكون اخيرا لقوا كوكب مشابه لكوكبنا صالح للحياة والتنفس. وبيصحى الرجالة والستات من النوم وبيبتدوا يستكشفوا المكان. وساعتها الرئيسة شافت حيوان غريب كيوت، ولما قربت منه علشان تلعب معاه هجم عليها وافترسها وماتت. بكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.